أرشد إلى عبادة الخفاء كثيرا، وذلك لتأثيرها على ثبات الإنسان. الإنسان إذا أراد أن يوقف عمودا في الأرض فبمقدار ما خفى منه في الأرض يكون ثباته في جانب العلانية. وإذا وضعت عمودا دقيقا يسيرا وجعلت ثبوته في الأرض رسوخا فإنه يرسخ ولو كان دقيقا. ولكن لو أتيت بعمود عريض جدا ولم تجعل له رسوخ في الأرض تسقطه الرياح، وربما يأتيه طفل ويدفعه ويقوم بالسقوط. كذلك أيضا عبادة الخفاء أعظم ما يقوي الإيمان. ولهذا العبادة اليسيرة في خفاء أعظم عند الله عز وجل من أمثالها في جانب العلانية. لهذا كانت عبادة الليل وقيام الليل أعظم من غيره. الوتر وهي ركعة واحدة أعظم النوافل على الإطلاق وهي متعددة. لماذا؟